الموضوع بيبدأ مع قائد الفرقة صفر، أقوى فرقة في فيلق ملك الشياطين. خلال معركة بين ملك الشياطين والبطل، قائد الفرقة صفر أخيرا بينجح إنه يقتل البطل وينهي المعركة اللي دامت سنين. لكن بعد المعركة بيعمل حاجة غريبة جدا، بيطلب استقالة. ملك الشياطين زي أي مدير عمل بيسأله: أنت عايز تستقيل ليه يا ابني؟ فبيقول له إن هو خلاص زهق من الشغلانة دي وعايز يبطل. فهو كان لسه عايز يتضايق بقى عليه وكده، لكن بدأ يفتكر مهاراته القتالية الرهيبة وازاي ان هو مفيد ليه وما يقدرش يستغنى عنه. فبيجيب ورا كده وبيقول له: يا عم هنزود لك المرتب، هنزود لك الاجازات وبتاع، وبينخ. لكن بعد مناقشات بينهم هما الاتنين يعني بيأجلوا النقاش، وان هو هيديله فرصة تانية وبتاع، مش هيتناقشوا في الموضوع ده دلوقتي. وبسبب تعب القائد الفرقة صفر بيطلب له الدكتور كده عشان يشوف حالته الصحية. طيب يا سيدي، هنا لازم نتكلم عن البطل شوية. البطل مظلوم، البطل في حقيقة ان هو من الاخر كده ضعيف ضعيف جدا وما يقدرش يقتل فرخة حتى، لكن هو عامل زي في كينج كده من انمي وان بانش مان. كل الناس فاكراه قوي جدا لكن هو في الحقيقة ضعيف. وقد ايه بقى بيشرح لك قد ايه ان هو خايف ان ملك الشياطين ممكن يقتله في اي لحظة لو اكتشف الحقيقة دي. حلو. نرجع بقى للأحداث. ملك الشياطين فاكر إن هو عايز يقدم استقالته، فكان عايز يفكر إن هو يرفه عنه وبتاع. فجمع كل الشياطين أو القادة بتوعه في اجتماع لطيف كده، وقرر إن هو يبعته في مهمة استطلاعية كده، إنه يقتل شوية وحوش شيطانية هاجت كده عن سيطرة ملك الشياطين. جميل جدا. فعلا بيضطر إن هو يقبل المهمة عشان هم أجمعوا عليه، وكان خايف طبعا لأن هو في الحقيقة ضعيف. ولكن بيضطر إن هو يروح المهمة. هو بيسرق كده شوية خمرة عشان هم جايبينه محب الخمرة. وهقول لك ليه قلت حكاية الخمرة دي. بيمسك اللذة بتاعته اللي هو سرقها ويقعد يشرب فيها في يعني العربة بتاعته اللي هو رايح فيها بقى قائد الفرقة بقى. وبيسكر بقى يا باشا. حلو. هما الفرقة بتاعته راحت للمكان اللي فيه الوحوش اللي هاجت دي، ويبدأوا يدوروا عليهم، وفعلا بيوصلوا لهم. والمفروض ان هما يتخلصوا منهم. في وحش من الوحوش اللي هما بيجروا وراها هاجت وبدأ يهاجم العربة بتاعة القائد. في اللحظة دي بنكتشف حقيقة صادمة إن هو قتل الوحش ده بضربة واحدة. وهنا بنكتشف، هنا بقى أنت بتبدأ تستغرب: يا عم طب هو قوي ولا ضعيف؟ هنا بقى بنفهم إن البطل بتاعنا فعلا قوي، لكن هو مش مدرك الحقيقة دي. حاجة كده زي زينيتسو في أنمي ديمون سلاير. طيب هنا بقى ليه تتفرج على المانهوا دي؟ في ابداع رهيب بين الدمويه والكوميديا، لان ازاي البطل نفسه طول الوقت فاكر نفسه ضعيف لكن هو في الحقيقه قوي. وهتبدا تفهم ميكانيزم ازاي ان هو في زي انفصام في الشخصيه، بس هو مش انفصام قوي. هيبدا يشرح لك الاسباب، ويشرح لك ايه اللي حصل، ويشرح لك ليه بني ادم اصلا شغال مع ملك الشياطين. ففي مواقف كتيرة جدا تستحق ان انت تتفرج عليها، وسر قوته تستحق ان انت تعرفه. فالمنهوا تستحق القراءة لو المنهوا عجبك. لو انت انترستد ان انا اقول لك عن منهوات اكتر، ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك. سلام.